السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة احلى طاجن بامية باللحمة ممكن تعملوه في حياتكم بتركات بسيطة جدا وبخطوات مفيش اسهل من كده. طبعا من وصفات العيد واللحمة، بس انا اسفة نزل متأخر لظروف والله خارجة عن ارادتي. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تطلع اللحمة معاكي في اقل من نص ساعة، ساعة الا ربع. اللحمة دايبة جدا، والبامية مفيش احلى ولا اطعم ولا اسيح من كده. البامية حرفيا دايبة، واللحمة حرفيا زبدة. مفيش احلى ولا اجمل من كده. هتجربيها وهتكتشفي البساطة والسهولة والنتيجة اللي مفيش احلى ولا اسهل ولا اطعم من كده. حاجة كده خرافية، مفيش احلى من كده. تعالي معايا يلا. هنبدأ نجيب حلة او ووك او طاسة او اي حاجة، نحط فيها معلقتين زيت. ما نكترش زيت لان احنا عندنا هنضيف حاجة سحر كده دلوقتي. هنحط بصلتين حلوين كده، وعندنا هنا ليا او دهنة او اي حاجة من حاجات العيد نضيفها على على البصلاية بتاعتي. انا كان عندي دهن بقري، كانش عندي ليا ضاني بصراحة. شوفي العصارة اللي بينزلها دي بتودي الطعم في حتة تانية. لا تقولي لي زيت ولا زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة. بنزلها مع البصلة من اول ما الزيت يسخن علشان تسيح وتنزل العصارة بتاعتها، وزي ما نقول كده تستوي او تتحمر وتنزل كل العصارة اللي فيها. اول ما البصل ياخد معايا اللون والدهن بتاعي ينزل كل العصارة اللي فيه، بنزل عندي باللحمة على نار عالية. اول ما بنزل بيها بتاخد لون فورا، مش بتاخد معايا وقت. سواء اللحمة مجمدة او فريش بعمل الخطوة دي على نار عالية والحلة بتاعتي سخنة علشان ما تنزلش المية بتاعتها وتفضل محتفظة بالعصارة او الجوسي بتاعها. بضيف الملح والفلفل والبهارات اللحمة او اي بهارات انا حباها. انا ما ضفتش غير الملح والفلفل وحاجة بسيطة من بهارات اللحمة لحد ما اللحمة خدت معايا لون كامل واتشوحت تشويحة كويسة. نزلت بحوالي نص كيلو من عصير الطماطم او على حسب كمية الطماطم اللي انت حباها، لو بتحبها حمرا جامد. اهدي النار لحد ما الطماطم معايا تتسبك كويس جدا وتتبخر تماما، ما يبقاش فيها اي ميه. عفوا، ما يبقاش فيها اي ميه. زي ما انت شايفه كده الطماطم بتاعتي اتسبكت كويس جدا، مبقاش فيها اي سوائل. بنزل بميه سخنه. من اهم الخطوات ميه سخنه. زي ما انت شايفه عندي اول ما ضفت الميه بدات تغلي لان الحله عندي سخنه والميه عندي سخنه. لو الميه عندي ساقعه هتاخد وقت على ما تغلي، اللحمه بتاعتي هتجلد وتبقى بتمط ومش هتكون لطيفه وحلوه معايا خالص. دي من الخطوات المهمه جدا. اول ما ضفت الميه زي ما انت شايفه سخنه بدات تغلي على طول، بهدي النار عليها وبسيبها. لو ما بتحب ميه بزود لها الميه واحده واحده علشان تكون مستويه معايا. باجي في التلات ارباع سوا واضيف الباميه. انا عندي هنا الباميه فروزن خضرة انا مفرزاها فروزن، طلعتها وضفتها على طول. اهدي النار حاجه بسيطه زي ما انت شايفه كده لحد ما البخار وسخونه الحله تفك الطماطم مع سوري الباميه معايا. افضل اضيف الميه او الشوربه اللي موجوده عندي واديهم تقليبه، واكون انا هنا مشغله الفرن وحتى الطاجن بتاعي يسخن. على ما تكون الباميه باللحمه بتاعتي خدت غلوه على النار، ابدا اضيف او افضي الباميه بتاعتي في الطاجن. اهم حاجه الطاجن انا بكون مسخناه زي ما انت شايفه كده. اختبرته قبل كده اشوف السخونه بتاعته، زي ما انت شايفه اكيد واضح ان الطاجن سخن. اهم خطوه الطاجن يبقى سخن، بحيث ان انا بضيف الباميه اوريدي من على النار واخده غلوه، ولما الطاجن يكون سخن ادخلها الفرن مش بتاخد وقت وتبدا تغلي فورا. اللي بيكمل سوى اللحمة معايا دخولها الفرن في الطاجن ما بياخدش اكتر من 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير في الفرن، وبتطلع احلى طاجن لحمة. واللحمة دايبة دايبة دايبة، مش محتاجة كلام. انتي بتتابعيها علشان لو الطاجن بتاعك صغير حبيتي تزودي ميه تاني بتزودي حاجه بسيطه. زي ما انت شايفه كده مفيش احلى ولا اسهل من كده. انا ما حبيتش اديها وش قوي عشان اللحمه معايا ما تنشفش، حبيت اديها وش خفيف بحيث
اما اجي اكل اللحمه تكون اللحمه معايا طريه وجوسي ودايبه، ومفيش احلى ولا اسهل من كده. جربيها مش هتندمي. اسهل كتير من الطبخ واسهل كتير من حاجات كتير، والتغيير بدل الكبسة واللحمة بالبصل والوصفات اللي احنا متعودين عليها. طاجن خفيف لطيف، مفيش احلى ولا اسرع من كده. حابة تاكليه بعيش، حابة تاكليه برز بشعرية، براحتك. انا بفضل احب اكله بالعيش. مفيش احلى ولا اسهل من كده. وزي ما انت عايزة شوفي اللحمة دوبانها، مفيش اسهل من كده. اتمنى تجربوها، وما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. ودي قناتي، ما تنسوش الاشتراك فيها. انا رانيا، وكل سنة وانتم طيبين.